بات المنتخب الجزائري مهدد بالتراجع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجديد والمرتقب صدوره بعد نهاية مونديال قطر 2022، وذلك عقب تعثره في الوديتين اللتين لعبتا هذا الشهر، حيث اكتفى الخضر بالتعادل أمام مالي 1-1 وانهزم أمام السويد بهدفين دون رد. وكان الخضر قد ارتقوا في التصنيف السابق ب4 مراكز، حيث يحتلون المركز 37 عالميا بعد فوزهم في ودية شهر سبتمبر أمام غينيا 0-1 ونيجيريا 1-2. وسيركن المنتخب الوطني للراحة إلى غاية شهر مارس المقبل، موعد استئناف تصفيات كان 2023 المؤجلة لعام 2024 بكوت ديفوار، حيث سيلاقي الخضر منتخب النيجر ذهابا وإيابا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة. تجدر الإشارة، يحتل المنتخب الوطني صدارة مجموعته التصفوية بعد فوزين في الجولتين الأوليتين أمام أوغندا وتنزانيا بثنائية دون مقابل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.